عاجل عاجل جدا. ما جرى في الجزائر خلال الساعات الأخيرة ليس حدثا عاديا، واجتماع الوفد السعودي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فتح أبوابا مغلقة وكشف رسائل سياسية أقوى مما يقال في البيانات الرسمية. تحركات سعودية صامتة، جزائر في قلب المعادلة، وتوازنات إقليمية بدأت تهتز. هل نحن أمام إعادة رسم للخريطة السياسية في المنطقة؟ وهل وصلت الرسالة إلى عواصم معينة بدون أسماء؟ قبل أن نبدأ، اشترك الآن في قناة نيوز لاين آر وفعل زر الجرس، لأن الأيام القادمة ستحمل أخبارا حصرية وتحليلات أخطر وتطوات لن تسمع بها في أي مكان آخر. ابقى معنا للنهاية، لأن ما بعد هذا الاجتماع قد يغير قواعد اللعبة بالكامل. الرياض لم تختر الجزائر عبثا، والتوقيت لم يكن بريئا. وفد سعودي رفيع المستوى، اجتماع موسع مع الرئيس تبون، وحديث عن تعاون أمني وسياسي في لحظة تشهد المنطقة صراع نفوذ مكتوم. الجزائر دولة لم ترفض الاصطفاف، والتي لم تدخل يوما لعبة المحاور، تتحول فجأة إلى شريك استراتيجي للسعودية. هنا تبدأ الرسائل الحقيقية. مراقبون يرون أن السعودية لم تعد تقبل بلعب دور الظل. الرياض تعيد ترتيب أوراقها بعيدا عن أي هيمنة إقليمية، والجزائر أصبحت خيارا ذكيا لخلق توازن جديد. وهنا السؤال الذي يتجنب الجميع طرحه: من المتضرر من هذا التقارب؟ الإمارات في مرمى التحليل. الإمارات التي وسعت نفوذها في ملفات حساسة تجد نفسها اليوم أمام تقارب سعودي جزائري قد يفهم على أنه كبح ناعم للنفوذ، أو رسالة سياسية بدون بيانات رسمية، أو حتى إعادة رسم للخطوط الحمراء. لا تصريحات، لا هجوم مباشر، لكن الرسالة وصلت. هل السعودية تقول القرار العربي لا يدار من محور واحد؟ وهل الجزائر تقول من يريد الشراكة فليأتي باحترام؟ وإذا استمر هذا التقارب فمن الرابح؟ ومن سيجبر على إعادة الحسابات؟ ما حدث في الجزائر قد يكون بداية تصدع صامت، أو ولادة محور توازن جديد. الرياض تتحرك بهدوء، والجزائر تفتح الأبواب، والمنطقة تترقب. اكتب رأيك بصراحة. هل هي رسالة سعودية قوية، أم أن الإمارات سترد بطريقتها؟ اشترك في نيوز لاين آر، لأن القادم لن يقال في البيانات الرسمية.